تعرف ايه اكتر كلمة بنقولها وبنعيشها كل يوم من غير ما ناخد بالنا؟ تجربة. عملنا ابحاث كتير قوي وسألنا الناس بتقولوها ازاي، تجربة ولا تجربة؟ كانت النسب متقاربة جدا جدا. فسواء كنت بتقولها تجربة او تجربة، هتفضل دايما تجربة المستخدم جزء من حياتنا اليومية، بنعيشها كل يوم، سواء جوه موبايل ابلكيشن او ويب سايت او حتى اي ديجيتال برودكت زي مثلا الاي تي ام او الكار داشبورد او الاوردر ماشين او اي ديجيتال برودكت في حياتنا. وبما ان التجربة خير دليل، فيلا بينا نتعلم ونجرب حاجة جديدة ومختلفة. لو انت من الناس اللي بدرت وبدأت تدور على تخصص اليو اكس رايتنج وتحاول تجيب مصادر وتحاول تجيب معلومات عنه، فانت اكيد واجهتك مشكلة من الثلاثة دول. أول مشكلة إن المصادر العربية قليلة، تقريبا شبه منعدمة. تاني مشكلة إن مفيش منهج أو رود ماب محددة. تالت مشكلة إن مفيش تطبيق عملي. واحنا في تجربة بنقدم لك حل لكل مشكلة، برنامج كامل بيساعدك تبدأ مسارك المهني، مصادر وأدوات ومقالات وكمان كتب عربية مجانية، أمثلة وكيس ستاديز على كل جزئية وتطبيق عملي بعد كل مستوى. بس كل ده ما كانش كفاية، لأن انت لو عايز تبقى يو اكس رايتر فالاي اي ممكن يستبدلك بسهولة، ولكن لو عايز تبقى استراتيجيك يو اكس رايتر فانت في المكان الصح. عشان كده بقالنا شهور بنجهز في رود ماب ومنهج تعليمي تشاركي بيساعدك انك تبدا في مسارك المهني كيو اكس رايتر من اول خطوه خالص ولحد ما تبني البورتفوليو بتاعك وتتقبل في اول انترفيو لشغلك ان شاء الله. وتجربه تعلم تخصص جديد زي اليو اكس رايتنج او الكتابه لتجربه المستخدم هتحتاج منك حاجتين: تتعلم بالمشاركه، وعشان كده احنا في تجربة عملنا لك منهج تعليمي مخصص اسمه التعلم التشاركي او الكوبريتيف ليرنينج. يعني كلنا بنتعلم من بعض وبنشارك خبراتنا مع بعض، فانت بتتحول من شخص متلقي لشخص معطاء، وهي دي فكرة التجربة. وزودنا لك البرنامج بكيس ستاديز وتمبلتس ومقالات وكتب وكل الحاجات اللي محتاجها عشان تساعدك في رحلتك. بل احنا في تجربة بنجيب لك خبراء من كل التخصصات التانية اللي انت كيو اكس رايتر بتحتك بيها في شغلك، زي اليو اكس ريسيرش، اليو اي يو اكس ديزاين، البرودكت ديزاين، برودكت مانجمنت، الويب ديزاين. كل الحاجات دي بنجيب لك خبراء يعرفوك كل المعلومات اللي انت محتاج بس تعرفها واللي هتفيدك في شغلك في اليو اكس رايتنج. ده لاننا كنا في مكانك في يوم من الايام، واجهنا نفس التحديات، واجهنا نفس المشاكل، فحبينا نختصر عليك الطريق اللي خد مننا سنين طويله. حكايه التجربه ما بداتش من النهارده، هي بدات من اكتر من 3 سنين من خلال توك في الجريك كامبس قدام اكتر من 600 شخص كنت بتكلم فيه عن أهمية أساسيات تخصص اليو اكس رايتنج. وبعدها بسنة كتبت كتاب اليو اكس رايتنج تحت الميكروسكوب، واللي حقق أكتر من 6000 داونلودز، وهو أول كتاب في مصر والوطن العربي بيخاطب الناس بلغتهم بطريقتهم، لأنه نابع منهم وشبههم. عشان كده بقى مرجع عربي وحيد وسط مراجع أجنبية كتير. ودلوقتي تجربة بتبدأ خطوة جديدة في سطور التاريخ، مستنينك تبدأ معانا البرنامج بتاعنا من خلال اللينك ده.